ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل كحك العيد الناعم الدايب اللي انا عمري ما افكر اني انا اغيره ولا العب في المقادير بتاعته، لان العملاء بتوعي الحمد لله بيشكروا فيه وبيحبوه جدا ومتعودين عليه، وكل سنه الحمد لله بيتعاملوا معايا. فعمري ما افكر اني انا اعدل في المقادير بتاعته. معايا هنا كيلو دقيق من دقيق الضحى. انا زي ما انتوا عارفين بحب دقيق الكوثر في النواعم بتاعه العيد. في الوقت ده ما كانش متوفر جنبي فاستخدمت عادي دقيق الضحى. حطيت عندي كده ربع كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق السامولينا اللي بنستخدمه في البسبوسة، يعني 60 جرام. وحطيت عندي كمان 60 جرام، ربع كوباية من سكر البودرة. لو مش متوفر عندك سكر بودرة وعندك سكر ناعم، سكر خشن حبيباته ناعمة كده وبيضة، تقدري تستخدميه. حطيت عندي رشة ملح كده، وكمان هحط نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ما تبلغيش فيها عشان ما تسيحش معاكي شكل الكحكايه وتطلع النقشه بتاعتها كده زهره وجميله. هحط كمان عندي نص معلقه صغيره من الخميره، وهحط كمان معلقه صغيره من ريحه الكحك. حابه تشيلي ريحه الكحك مفيش مشكله، حابه تحطي بدل دي السمونينا سمسم برضو مفيش مشكله، اللي انت حباه ومتعوده عليه مفيش مشكله. بس المقادير ديت هتطلع معاكي كحك حاجه كده محترمه. قلبت كده المكونات بتاعتي الجافة، وبعد كده حطيت عندي من الصفيحة زي ما انتوا شايفين كده. ولا الصفيحة سقعانة ولا السمنة سقعانة ولا السمنة سايحة ولا مقدوحة ولا الكلام ده خالص. بجيب كده السمنة بدرجة حرارة الغرفة. يعني هنا المعادلة بتاعتي كيلو دقيق عليه نص كيلو سمنة. السوائل بقى هقولك هنستخدم ايه في السوائل، واقولك لو زودتي السوائل بتاعتك ايه اللي هيحصل للكحكاية، ولو قللتيها برضو ايه اللي هيحصل معاكي للكحكاية. بصوا هنا انا دلوقتي هعمل عملية بس كده ما بين الدقيق والسمنة. لازم احصل كده على قوام ناعم زي الزبدة. هنا اول مرحلة كده بقت عاملة زي الرمل. هقلبها كده عشان البولة بتاعتي تجيب كل اللي في قلب البولة. تقدري تستخدمي الخطوة دي في ايديكي مفيش اي مشكلة، انا عملتها معاكم اول سنة على القناة كنت عاملاها بايدي، بعد كده بقيت اعملها بالعجان. بصوا كده القوام بقت عاملة زي الزبدة، مشابهة كمان لعجينة البيتي فور ويمكن انعم كمان. حطيت هنا بقى عندي نص كوباية من المية. نص كوباية المية دي لو انت خليتيها كوباية الا ربع هتطلع معاكي الكحكاية ماسكة نفسها وبتقطم كده معاكي، يعني هتبقى الكحكة عاملة زي بتاعة المحلات بره. طب لو انت عايزة كحكة ناعمة كده وانت عاملاها في البيت وحاجة ناعمة كده تمسكيها، اول ما تقطميها تضيفي في البق كده تقدري تحطي بقى نص كوباية من المية. فهو الفكرة هنا بقى انت اللي بتتحكمي في السوائل وانت اللي بتتحكمي في نعومة الكحكة وخشونة الكحكة. حابة تضيفي بدل المية لبن مفيش اي مشكلة. انا اول سنة استخدمت معاكم اللبن، بس بعد كده لما بقيت اطلع منها اوردرات بقيت استخدم المية عشان تقعد معايا فترة اطول، بحيث ان العميل لما ياخد مني الحاجة ولو قعدت عنده طعمها ما تغيرش. كده هنا انا فهمتك القصه بتاعت الميه. هتحطي نص كوبايه ميه هتطلع معاكي الكحكايه ناعمه وجميله زي ما انت بتشوفيها معايا كده وجميله، واول ما تقطميها بتدوب في البق. حابه ان انت الكحكايه تطلع محمله وتقطميها وتبقى ناشفه شويه كده في بقك، زودي مقدار الميه. فانا بحط نص كوبايه، نص الكوبايه بيبقى عامل حوالي 100 جرام. 100 جرام و15 بيبقى مطلع معاكي المقدار مظبوط جدا زي المحلات. بصي بقى هنا انا كده باخد العجينه بكورها. انا ما سبتهاش ترتاح ولا اي حاجه، ببتدي اني انا اكورها كده في ايدي وابتدي اني انا اشكل كل واحده بعملها ابصمها كده على طول، لاني لو عملت الكميه كلها ورجعت بصمت بالبصامه هيديني شكل تشققات انا مش حباها في قلب الكحكايه. ليه؟ لان انا سبتها ارتاحت وخدت الرطوبه بتاعه الجو، واول ما هضغط عليها هتشقق، ده شيء طبيعي. فلازم كده الكحكايه تعمليها في حنينيها في ايديكي كده، انا ما حننتهاش انتوا شايفينها انا بكورها بس. لكن لو لقيتي ان العجينه قاسيه في ايديكي وانت اديتيها عجن زياده عن اللزوم ونشفت معاكي، تقدري في الوقت ده ان انت تاخدي كل قطعه كده تحننيها في ايدك شويه. لكن هنا العجينه ما شاء الله، عشان انا بعد ما حطيت السوائل انا لميتها بس ما عجنتهاش عشان ما تعملش معايا عرق وما تنشفش معايا. هنا بصوا ما شاء الله بعد ما خلصت اول كميه هدخلها عندي الفرن على درجه حراره 200. هتاخد من حوالي نص ساعه ل 35 دقيقه على حسب برضو نوع الفرن بتاعك. بصوا هنا ما شاء الله الكمية يعني ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الألوان بتاعة التسوية، التسوية حلوة جدا عشان أنا مش معلية النار وظابطة الفرن عندي. فأنا مش هقدر أقولك الفرن بتاعك ايه وانا الفرن ايه.
فهو بيختلف على حسب التسوية. انا الفرن عندي فرن كهرباء وبشغله من فوق وتحت. في ناس الفرن بتاعها ما ينفعش يشتغل فوق وتحت فيبوظ معاها الدنيا. فانت شوفي انت بتسوي الكيكة بتاعتك على اني درجة، وبتشغليه من فوق وتحت، تمام خلاص تمام دخليه من فوق وتحت. هي الفكرة بترجع على حسب انت ظابطة فرنك على ايه. هنا الكحكايه بصوا ما شاء الله هوريكوا قد ايه ناعمة، وبصوا هي باينة كمان من الجوانب بتاعتها. عايزة اقولك كمان لازم تسيبي الكحك يريح كده على الصاج عشان ما يبصمش في ايديكي. بصوا هنا ما شاء الله الكحك جميل ازاي. يا رب بقى يكون فيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تحطوا لايك، ولو حابين اني انا انزل بقيه الوصفات بسرعه جدا الاسبوع دوت برضو عرفوني ان شاء الله انزلها لكم كل يومين كده. هنزل لكم فيديو من الفيديوهات بتاعه النواعم عشان محضره لكم مفاجاه ان شاء الله حلوه جدا. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لي لايك عشان اللايك هيرفع معايا الفيديو وهيشجعني ان انا انزل لكم بقيه الفيديوهات التانية بسرعه جدا. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.